وكلمة أف هذه في الإسلام، انتبهوا، كلمة أف في الإسلام تعتبر كبيرة من الكبائر مش من الصغائر. يعني اللي يحكي هو وأبوه ازدراء، ولا هو وأمه احتقارا استنقاصا، أمه أمية ولا أبوه أمي، يقول له أوف، واللي حال أنتش تعرف، أوف يا الزينة من القلق، أوف قداش تنقنق وقداش تتكلم، أوف قداش تقرقر. هذه الكلمة راهي كبيرة، اتقوا الله، هذه الكلمة في حد ذاتها من الكبائر. فلا تقل لهما أف، واحد، ولا تنهرهما، إياك ثم إياك. تنهرش معناها معنى أبوك يتكلم تقول اسكت اسكت اسكت، هذه حاجة ما تعرفهاش، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمك تتكلم تقول لها أنت وقتاش تعرف الشيء هذا، اسكت أنت ما كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اسمع، وقل لهما قولا كريما. اتأدب مع أبوك وأمك، اعرف ايش تتكلم مع أبوك وأمك، ما يكفاش بك القرآن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تذلل بين يديهما مهما بلغت، مهما كنت عالما، مهما كنت غنيا، مهما كنت مسؤولا، مهما كنت ثريا، مهما كنت ذا جاه وسلطان. إذا وقفت وجلست بين يدي أبيك وأمك فكن متذللا لهما تواضعا ورحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإذا مات وانقضى أجلهما هل تنساهما؟ إياك ثم إياك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى بعد ما يموتوا عندهم عليك حق. وديما كي تتكلم على أبوك تتكلم عليه باحترام وتوقير، وكي تتكلم على أمك باحترام وتوقير.